مشاهدينا في كل مكان، سعدتم أوقاتا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إرتريا، نستهلها بالعناوين. ساوة تحتفل بتخرج الدفعة 38 من الخدمة الوطنية. كلية العلوم بمينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. قائد شرطة المرور يعقد ندوة لسائقي شركة حرات للمواصلات. الجيش النيجيري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير عشرات التلاميذ المختطفين. الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. والرئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية شراكة. أهلا بكم. تخرج اليوم 11 من يوليو أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين تلقوا تعليما أكاديميا تكميليا للصف 12، بالإضافة إلى تدريب عسكري وسياسي متكامل لمدة عام في ساوة تحت شعار الهوية الإرترية فخر لنا. وفي المناسبة التي حضرها الرئيس إسياس أفورقي وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والضيوف المدعوين، أكد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدين أن الخريجين الذين جاءوا من مختلف أقاليم البلاد والقوميات الإرثرية التسع أكملوا تعليمهم الأكاديمي في الصف 12 من عام 2025 إلى مارس 2026، وتدريبهم العسكري من أبريل 2026 حتى تاريخ تخرجهم. وأعلن أن نسبة نجاح التدريب الإجمالية للدفعة 38 بلغت 72.3%، مضيفا أنه ينبغي على المتدربين مواصلة المتابعة والتشجيع للحفاظ على ثقافة العمل والانضباط وتطويرهما. وفي كلمته وبعد أن هنأ رئيس سياسة أفورقي الخريجين وأولياء أمورهم والمشرفين والمعلمين بمناسبة التخرج، قال إن على الخريجين وبغض النظر عن النتائج النهائية التميز في سبيل طلب العلم وزيادة معارفهم. وحث فخامة رئيس أفورقي الخريجين إدراكا منهم للمساهمة الكبيرة لمبادراتهم في نموهم المستقبلي وفي سلام وازدهار مجتمعهم وبلدهم على تحمل مسؤولية ضميرية ثقيلة، والمجتمع ووزارة التعليم على متابعتهم وتشجيعهم. وقد قدم الخريجون في صفوف عسكرية بمرافقة الموسيقى العسكرية عرضا عسكريا مميزا عكس التدريب الذي تلقوه. وقدمت الجوائز للقادة والمشرفين والوحدات والمتدربين الفائزين في العرض العسكري ومسابقات الرماية واللياقة البدنية والمهارات التكتيكية والأخلاقيات العسكرية. وفي الختام أدى الخريجون القسم وفاء لإرث الشهداء. احتفلت كلية العلوم في مينفع اليوم بتخريج 300 طالب وطالبة، شكلت الإناث 49% منهم بدرجة البكالوريوس، وذلك خلال حفل التخرج 19 للكلية. هؤلاء الخريجون هم 54 في علم الأحياء، و70 في الكيمياء، و30 في نظم المعلومات الجغرافية، و59 في الرياضيات، و44 في الفيزياء، و43 في الإحصاء. وقال عميد الكلية البروفيسور جبراي أسكدوم إن عدد الخريجين ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مضيفا أن ما مجمعه 4441 طالبا تخرجوا وحصلوا على دبلومات ودرجات البكالوريوس والماجستير خلال السنوات 18 الماضية. وفي كلمة ألقاها في المناسبة، قال ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبرسلاسي، قال أنه ينبغي للطلاب التوظيف المعرفة التي اكتسبوها في مقاعد الدراسة ليصبحوا باحثين وأشخاصا يتمتعون بالذكاء وصناعا لمسارات التنمية وأبطالا فاعلين في العمل، فضلا عن كونهم خداما وقادة مخلصين ومتواضعين للشعب وفخورين بتاريخ بلادهم وثقافتها وتطلعات وآمال شعبها. وهنأ ممثل الخريجين جميع من بلغوا هذه المرحلة، وأعرب عن استعدادهم لتوظيف ما اكتسبوه من دروس نظرية وعملية في بناء الوطن والمجتمع.
وفي الختام منحت الميداليات وشهادات التقدير للطلاب المتميزين. وتضم كلية العلوم في مينفح التي يبلغ قوام هيئة التدريس فيها حاليا 65 عضوا، بمن فيهم 18 أجنبيا و22 عضوا من أعضاء هيئة التدريس يواصلون دراساتهم لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الخارج، وذلك وفقا لوثائق الكلية. بدورها خرجت مدرسة أسمر الموسيقى اليوم 11 من يوليو 14 طالبا بدرجة الشهادة بعد دراسة استمرت ل3 سنوات. ودرس الخريجون 8 آلات موسيقية: البيانو والجيتار والساكسفون والكمان والطبول والناي والترامبيت والباس جيتار. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس ولد جبريل إن الموسيقى أداة مؤثرة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الجميع يتوقعون من المواطنين المنخرطين في هذا المجال أن يساهموا في إعادة إعمار البلاد. وبالإشارة إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة فحسب، بل أصبحت منافسا في مجال الموسيقى كما هو الحال في سائر المجالات، نصح الأستاذ إلياس المتدربين بتعزيز إبداعهم وبذل جهود مستمرة لتقديم منتجات عالية الجودة. وقال السيد معشوق برتنسائي مسؤول قسم ضمان الكفاءة في وزارة التعليم أن تعليم الموسيقى يتطلب بطبيعتها الصبر والتحمل والتركيز والاهتمام والانضباط، حاثا الخريجين على اتخاذ المعرفة التي اكتسبوها نقطة انطلاق والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وتم في المناسبة تقديم الجوائز للطلاب المتفوقين في العام الدراسي 2025-2026. وتأسست مدرسة أسمر الموسيقى في الميدان إبان الكفاح المسلح عام 1979، واستأنفت نشاطها عام 1994، وذلك وفقا لوثائقها. عقد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبتة جابرو ندوة حول السلامة المرورية لسائقي شركة حارات المواصلات. وأشار الرائد هبتة إلى أن العواقب التي تخلفها حوادث المرور على حياة المواطنين واقتصاد البلاد يمكن تجنبها من خلال الالتزام بقوانين المرور. وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث تشمل عدم الالتزام بقواعد الأولوية والقيادة الخاطرة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والرجوع بالمركبة للخلف بطريقة غير سليمة، والانحراف عن المسار، وعدم منح الأولوية للمشاة. وفي معرض مقارنته لمخالفات المرور المسجلة في الربع الثاني من عام 2026 بتلك المسجلة في الربع الأول، ذكر الرائد هبتة أن 258 من المتهمين كانوا تحت تأثير الكحول، بينما كان 48 منهم لا يحملون رخصة قيادة. وأشار مسؤول قسم الرقابة والعقوبات السيد إساق يعقوب بأنه تم فرض غرامات تصل إلى 130 ألف نقفة على 26 مركبة، مع حظر إزالة لوحات ترخيصها لمدة 3 أشهر. وفيما يتعلق بالحوادث، فقد أسفرت 458 حادثا وقعت خلال الربع الثاني عن مقتل 11 شخصا وإصابة 148 آخرين، فضلا عن أضرار في الممتلكات تجاوزت قيمتها 5 ملايين نقفا. ومن جانبهم حث المشاركون على استمرار مثل هذه الحملات نظرا لأهميتها البالغة. وفي الختام دعا الرئيس التنفيذي لشركة حارات المواصلات المقدم يوسف سهاسين المشاركين، دعاهم إلى التحلي بالجدية والحذر أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية. نظمت دورة تدريبية لتعزيز دور المرأة في التنمية استهدفت ممثلات عن 14 إدارة الضاحية بمديرية حقات. وقد ركزت الدورة التي نظمها فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسب على تعزيز القيم الوطنية والحفاظ عليها، وكذلك على الأمن الصحي. وفي هذا السياق صرحت كل من مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسب السيدة ترحاسن رأيوم، ومسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية بفرع اتحاد المرأة السيدة فايزة أدالة، بأن الدورة هدفت إلى تعزيز دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية،
ورفع مستوى وعيها الصحي وضمان دورها الفاعل في مواقع العمل. واستعرض الممرض جبر مسقال جبر هوات مسؤول الخدمات الصحية تداعيات ختان الإناث وزواج القاصرات وقضايا الصحة النفسية والضغوط الاجتماعية بالإضافة إلى الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة. وحثت مسؤولة فرع اتحاد المرأة بإقليم عنسبة السيدة آمنة حسن النساء على تعزيز مشاركتهن في مجالات التعليم والصحة والحياة الاجتماعية وتقوية من منظماتهن ليتمكن من ممارسة الدور القيادي والتأثير في الآخرين من خلال القدوة الحسنة. ومن جانبه أشار مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد بأنه ينتظر من المتدربات إحداث تغيير في بيئتهن من خلال تطوير أنفسهن وتوظيف المعارف التي اكتسبنهن. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة في مركز شالوت للتدريب نظم دورة تدريبية ل 148 شاب وشابة من بينهم 76 إناث. وشمل البرنامج التدريبي المهني الذي استمر 3 أشهر مجالات تكنولوجيا الحاسوب والمونتاج وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء والإلكترونيات والجرافيكس والتصوير. وصرحت المديرة التنفيذية لمركز شالوت لتدريب الشباب الشابة سنايد جبر هوات بأن هذا التدريب يأتي في إطار أنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب ورفع مستوى إنتاجيتهم. بدوره صرح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد الزازي برختاب بضرورة تزويد الشباب بمهارات مهنية إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. يذكر أن مركز شالوت للتدريب الذي يعمل تحت مظلة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة يوفر برامج تدريبية في 13 مجالا وهو مجهز بمعدات حديثة. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي أعلن مسؤول في ولاية زمافارا شمال غرب نيجيريا أن الجيش النيجيري قتل أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية خلال عمليات نفذها هذا الأسبوع. وقال مفوض الإعلام وولاية زمافارا محمد دانتواسا في بيان أن الجيش النيجيري نفذ عملية عسكرية في منطقة غومي بولاية زمافارا استمرت يومين وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر إرهابي. واعتبرت حكومة زمافارا أن العملية تمثل نجاحا كبيرا في جهود مكافحة الجرائم العنيفة في وقت تواجه فيه نيجيريا وهي أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان أزمات أمنية متعددة ومركبة. وفي سياق متصل أعلنت السلطات النيجيرية الجمعة تحرير عشرات التلاميذ الذين اختطفوا خلال هجوم وقع جنوب غرب البلاد في مايو الماضي وفق ما أكده الرئيس بولا تينوبو. وكان مسلحون اتهمهم الجيش النيجيري بالانتماء إلى جماعة بوكو حرام قد اختطفوا 46 تلميذا وموظفا من 3 مدارس في ولاية أويو يوم 15 من مايو الماضي. قال التلفزيون المركزي الصيني CCTV إن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى رئيس وزراء كوريا الشمالية باك تاي سونغ في بكين. وذكرت الصين أن باك وصل إلى بكين في زيارة تستغرق 3 أيام سيشارك خلالها في فعالية بمناسبة الذكرى 65 لمعاهدة الصداقة بين البلدين حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ويأتي ذلك بعد زيارة شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ قبل شهر في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ 7 سنوات، والتي اتفق خلالها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتحسنت العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ بشكل ملحوظ منذ أواخر 2025. وكثف الجانبان جهودهما الدبلوماسية واستأنفا خدمات قطارات الركاب والرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين.
وقع الرئيسان إيمانويل ماكرون وسيريل رامافوزا اتفاقية شراكة ثنائية جديدة في باريس مع اعتماد آلية حوار وزاري سنوي لتعزيز التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية تهدف لتوطيد العلاقات الثنائية وبحث ملفات دولية مشتركة. وأكد الطرفان وجود تقارب في وجهات النظر حول عدة أزمات دولية منها الأوضاع في الشرق الأوسط وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويواصل الرئيس الجنوب أفريقي زيارته بلقاء ممثلي شركات فرنسية والمشاركة في إحياء ذكرى معركة السوم. نجحت الصين في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بعد تمكنها من التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل لونغ مارش 10 بي بواسطة شبكة مثبتة على منصة بحرية. ويعد هذا الاختبار أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في الصين، ويمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات إعادة استخدام الصواريخ وتقليل تكاليف عمليات الإطلاق الفضائي. ويبلغ ارتفاع الصاروخ لونغ مارش 10 بي وهو مركبة إطلاق تجارية نحو 63 مترا، ويصل قطره إلى 5 أمتار، فيما تبلغ قوة دفعه عند الإقلاع نحو 890 طنا، بينما تصل كتلته إلى حوالي 760 طنا. ويمكن للصاروخ في تكوينه القابل لإعادة الاستخدام حمل ما يصل إلى 16 طنا إلى المدار الأرضي المنخفض. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. ساوى تحتفل بتخريج الدفعة 38 من الخدمة الوطنية. كلية العلوم بما ينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. قائد شرطة المرور يعقد ندوة لسائق شركة حارات المواصلات. الجيش النيجيري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير عشرات التلاميذ المختطفين. الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. والرئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية الشراكة. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.